أخلط الكاتشب مع الكريمة الحامضة، خدعة عبقرية تعلمتها من صديق إيطالي. ابدأ بوضع ملعقة كبيرة من الكاتشب في علبة تحتوي على 450 غراما من الكريمة الحامضة، ثم أضف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، وملعقة صغيرة من بودرة البصل، وملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة كبيرة من الخردل، وملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وعصير نصف ليمونة مصفى، وملعقة كبيرة من الملح. وباستخدام الخلاط امزج كل شيء جيدا حتى يصبح الخليط ناعما ومتجانسا. ملاحظة: إذا لم تكن الكريمة الحامضة متوفرة لديك، يمكنك استخدام الزبادي اليوناني كبديل. وهذا هو القوام المثالي. الآن ضع كيلوغراما واحدا من أجنحة الدجاج في وعاء كبير، ثم أضف الخليط الذي حضرناه وامزج الكل جيدا حتى تتغلف الأجنحة بالكامل. وفي هذه اللحظة شارك هذا الفيديو واكتب لنا في التعليقات من أي مدينة تتابعنا، وسنترك لك قلبا خاصا. وشكرا لمشاركتك الفيديو. غطي الوعاء وضعه في الثلاجة واتركه ليتنقع لمدة ساعة كاملة. وبعد مرور الساعة أضف ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات بيكنج باودر واخلط مجددا، ثم اتركه جانبا. نكمل الآن. في مقلاة كبيرة وعلى نار متوسطة إلى هادئة ضع لترا من الزيت النباتي، وعندما يسخن الزيت ضع فيه أجنحة الدجاج المتبلة واقلها حتى تكتسب لونا ذهبيا شهيا. أتمنى أن تكون الوصفة قد أعجبتك. شاركها مع أصدقائك، فبدعمك لنا نصل لأبعد. الوصفة أصبحت جاهزة، يمكنك الآن تقديمها والاستمتاع بها. أراكم في الوصفة القادمة، وسأذهب الآن إلى قسم التعليقات لأترك قلبا لكل من كتب اسم مدينته. إلى اللقاء وشكرا لكم.